معية في 1/7 اللي فات كنا ناويين نخليها 15 خلوها 10 بس. زيادة المعاشات كنا ناويين نخليها 15 خلوها 10 بس. كادر الأطباء كنا ناويين نعمل كادر للأطباء لتحسين دخولهم، طبعا توقف هذا الكادر. مين اللي خلوها كده؟ الحكومة العسكر، الانقلاب العسكري، يعني العسكر أيضا بعد. ايه اللي عملوه تحديدا يعني عشان خاطر بس يكون يعني معلومات مفصلة ودقيقة بعيدا عن التعميم؟ مفروض في قانون كل سنة يقر بالعلاوة الاجتماعية، كان بيصدره مجلس الشورى. طبعا بعد الانقلاب ويعني توقيف مجلس الشورى وتعطيل الدستور وعزل الرئيس، هذه الحكومة الانقلابية الحالية أقرت 10% فقط علاوة، أقرت 10% فقط زيادة في المعاشات، أوقفت كادر المعلمين. أيضا الحد الأقصى للأجر، يعني كنا قد انتهينا في مجلس الشعب 2012 اللي صدر قرار من المحكمة الدستورية بحله، كنا قد انتهينا من القانون ونوقش من حيث المبدأ في جلسات المجلس، وكان على وشك الإقرار. حلوا مجلس في مجلس الشورى في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ناقشنا هذا القانون أيضا وكنا بصدد إصداره، وجاء الانقلاب. طيب. وبعد ذلك سمعنا تصريحات من الحكومة بعدم يعني إمكانية تطبيق الحد الأدنى أو الحد الأقصى للأجر. حتى نشرك معنا في الحوار المهندس يسري حسان، رئيس شركة فيجاس اليونانية للبترول وأيضا الخبير الدولي في مجال النفط. مهندس يسري، إذا سمحت لو تشرح لنا أبعاد أزمة الاستثمار الأجنبي في مصر الآن، يعني ما هي أبعاد هذه الأزمة، وهل ما تتحدث عنه التقارير الدولية والإعلامية في الخارج والداخل من أن هناك تباطؤ شديد وهناك ضعف شديد في الاستثمار الأجنبي هو دقيق أم ليس كذلك؟ هو الحقيقة مساء الخير الأول. مساء النور. والحقيقة طبعا هو لحد كبير لحد كبير ده حقيقي. وخلينا نتكلم على مجال الاستثمارات البترولية أو النفط زي ما حضرتك بتقول، زي ما متخصصين فيه. هو أولا لازم نقول حاجة بقى، هو لا